بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن التحكيم، ما له وما عليه. والأول قبل ما نتكلم عن التحكيم وعن الحكم وعن الحاجات دي كلها، لازم نعرف يا جماعة أهل الخبرة وأهل التحكيم نفسهم يحبوا نفسهم ويحبوا زمايلهم ويحبوا اللجنة ويحبوا النجاح لغيره أكثر من الناس. يعني أنا مش مختلف خالص على إن حكم يغلط، ده بشر. ولسه شايفين مورينيو في نار بخشة في تركيا عمال يلعن، وشفنا في الدوري الإنجليزي برغم التقنيات الرهيبة، وشفنا في كل حتة أخطاء. ده حاجات واردة، وما تقدرش مهما أي حاجة داخل فيها عنصر بشري لازم فيها خطأ، الكمال لله واحد. ولكن أنا بتكلم في حاجة تانية، إن أنت كراجل مسؤول في منظومة التحكيم أو بره التحكيم، كنت حكم سابق أو خبير، لازم توحدون المعايير. يعني إيه؟ يعني أنا النهارده لما يطلع لي 3 خبراء تحكيم لمباراة الزمالك، الثلاثة كل واحد الرأي مختلف. واحد توفيق، مش عارف اسمه، توفيق السيد ولا توفيق ايه، مع ابراهيم فايق، طلع قال ان ال3 ضربات جزاء مش 3 ضربات جزاء، الثلاثة. يعني جاب ضلمة. يعني تخيل 3 ضربات جزاء مصرية تقول لي ال3 غلط. الاولانيه اصل لمسه بسيطه، مع ان انت لو شفت، انا كمتفرج ومش خبير تحكيم وبقول لك هي ضربه جزاء لسبب. لو انت شفت الواد وهو بيجري، اللعيب بتاع البنك، هتلاقي الشده باين ازاي، جسمه عمل كده لورا، يعني هو شده حتى جسمه مايل لورا. فالشده سواء خفيفه او تقيله وهو واخده في ظهره، خلاص يعني بقت خلاص ضربه جزاء. دي الف ب ماشي. الثانيه بتاعت عواد، هو ايده نزلت في الارض بس جسمه بقى قدام اللعيب. يعني انا ما مسكتش بايدي، بس انا رميت جسمي قدامك، حطيت طوبه في سكتك، الطوبه بتتحرك، يبقى معناه برضو اعاقه. ده برضو، وناس قالت الكلام اللي انا بقوله، مش انا يعني. والثالثه كل الخبراء، او في ناس قالت اي صحيحه، وفي ناس قالت مرتده من جسم من الارض، تعتبر جسم وحكايه، وبرضه فيها ممكن تكون صح او غلط. لكن حكم يطلع لي يقول لي كلهم غلط، طب بالله عليك اديني عقلك بقى. واحد يقول لك الاولانيه صحيحه والثانيه صحيحه والثالثه غلط مش صحيحه. واحد يقول لك الاولانيه صحيحه والاثنين التانيين غير صحاح. يبقى انت تمشي وده، وكل واحد بيطلع يقول لك انا الخبير التحكيمي والمحاضر في الاتحاد الدولي والاتحاد مش عارف البتنجان، كلهم بيقولوا كده. طب انا كراجل مثلا، راجل متلقي ومش خبير تحكيم، وعايز اخد راي خبير تحكيم، اقول ايه؟ امشي ورا مين؟ ممكن انا لو متعصب لفرقتي اقول كلهم همشي بتوفيق السيد، همشي بسمير عثمان، همشي. لا، ما ينفعش. لازم التوحد في الخطأ بيبقى صحيح.